خرج لصلاة الفجر ذات يوم، فكان إذا مر بين الصفوف قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فطعنه غلام مجوسي، فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، ثم احتمل إلى بيته، فجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه، فدخل عليه شاب من الأنصار، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، وفي لفظ أنقى لثوبك وأتقى لربك. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال: أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين، فلما أسلمت كان إسلامك عزا، وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، ثم وليت بخير ما ولي الناس، بصر الله بك الأمصار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، ثم ختم لك بالشهادة، فهنيئا لك. فقال عمر: يا ابن عباس، أتشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: اللهم لك الحمد. ثم قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فدخل عبد الله على عائشة بعد أن سلم واستأذن، فوجدها قاعدة تبكي، فأخبرها بقول أبيه عمر، فقالت رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فرجع عبد الله، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله. فقال عمر: ارفعوني فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني، ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردت لي ردوني إلى مقابر المسلمين. ففعلوا ذلك حين قبض، فأذنت، فدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. هكذا كانت سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، جمع الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الحياة وفي البرزخ، ونرجو أن يكون ذلك له ولصاحبه أبي بكر يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أو جئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في رجاء الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانت سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي رعيته، قنوت لله، وقوة في دين الله، وعدل في عباد الله، فكان من خيار الصحابة الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.